العشاق الحامض جبت لكم واحد التحليه ديال الكؤوس اللي كتجي منعشه، كتجي بنينه، واحد اللذه يا سلام. غيعرفوها غير الناس العشاق ديال السيترون. ندوز نشوفوا المقادير في طريقه التحضير. غادي نجيب واحد الكاسرول غنوضع فيها 3 ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر سنيده، 15 غرام ديال المايزينا، رشيشه ديال الملح و150 مليلتر ديال عصير الحامض. كنخلط كلشي على البارد، من بعد كنشعل العافيه مع التحريك المستمر حتى كيعقد عندي الخليط كيف ما شفتوا معايا. من بعد كنطفي البوطه، كنضيف 60 غرام ديال الزبده، كنخلطها حتى كتذوب كيف ما شفتوا معايا. من بعد كنجيب واحد الاناء كنوضع فيه الخليط ديالي، كنغطيه بواحد الغطاء بلاستيكي وكندخلو للثلاجه. كنجيب 250 مليلتر ديال الكريمه السائله تكون بارده، كنضيف ليها 125 غرام ديال الجبن المسكربون اولا فيلادلفيا، كنضيف 50 غرام ديال السكر كلاصي وكنطرب الكل حتى كيصبح عندي الخليط كيف ما شفتوا معايا. كنقسم الكميه، كنضيف نصف الكميه الخليط ديال الحامض اللي سبق ليا وجدت، خاصو يكون بارد مزيان. من بعد كنخلط كيف ما شفتوا معايا حتى كيصبح عندي الخليط بهذا الشكل هذا. كنوضعو في واحد البوش، ومن بعد كنجيب كويسات اللي كنوضع فيهم شويه ديال البسكوي مطحون كيف ما شفتوا، ممكن تدهنوه بالزبده ممكن لا. وكنوضع الخليط ديالي كيف ما شفتوا، كنعمر الكويسات. بالنسبه للخليط اللي بقى ليا ديال الكريمه والجبن كنزيد نطربهم مزيان كيف ما شفتوا معايا حتى كيعقد معايا الخليط وكيتقال. كنزين بهم الكويسات ديالي كيف ما شفتوا معايا، كنرشهم بشويه ديال القشور ديال الحامض وكنقدمهم بالصحه والراحه.